شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان هو شهر عبادة، كما قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله عز وجل الحكمة من مشروعية الصيام، وهي تحقيق التقوى لله عز وجل. ليس شهر رمضان بشهر لهو وغفلة، وليس بشهر التفنن في تقديم المأكولات، وإنما هو شهر طاعة لله عز وجل، وشهر عبادة وتحقيق للتقوى لله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يستقر هذا المفهوم لدى كل مسلم ومسلمة. ينبغي لك أخي المسلم أن تشمر عن مزيد من الطاعات والقربات والعبادات في هذا الشهر المبارك، فإن الله عز وجل لما ذكر هذا الشهر قال أياما معدودات، وإذا كانت أياما معدودات فسرعان ما تنقضي وتطوى صحائفها. ثم إن عمر الإنسان قصير، عمرك يا ابن آدم قصير، والأجل مغيب عن الإنسان، لا يدري متى يبغته الأجل. وإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يغتنم ما تبقى من عمره في طاعة ربه عز وجل، وأن يغتنم هذه المواسم الفاضلة في التزود بزاد التقوى.